بسم الله الرحمن الرحيم. اسم رجاء جباطة، نزيلة في الجمعية الخيرية هذه 6 سنين. يعني شفت بزاف ديال الحوايج تغيروا، منها الماكلة، منها النعاس، منها يعني بزاف ديال الحوايج تغيروا بلا قياس. يعني ما كانتش بحال هكا، تغيرات بزاف. بالنسبة ما كانش عندنا مسجد، يعني داروا لنا مسجد. واش كاين زعما شي جمعية خيرية فيها مسجد؟ يمكن ما كاينش. او لاصال، المهم بزاف ديال الحوايج تبدلوا. انت كتمارسي الرياضه في هذه المؤسسه؟ كنمارس الرياضه. شنو هي الرياضه اللي تمارسيها؟ رياضه الكاراتيه. شنو الحجم اللي عندك؟ ماغو. تبارك الله. مستوى الدراسي ديالك؟ مستوى الدراسي السادس ابتدائي. تبارك الله. شنو هما الطموحات ديالك في المستقبل؟ شنو كتفكري تولي في المستقبل على الرجل؟ كنحلم نولي عسكريه. علاش عسكريه؟ كتعجبني عسكريه. جميل جدا. أنا سميتي يسرا الصمادي، عمري 13 عام. هنايا كيعاملونا أحسن تعامل، وأنا عندي هنايا 2 عامين، وكنحس براسي بحال اللي كنعيش في دارنا ماشي عند الناس برا. كيفاش التعامل ديالك مع الزملاء ديالك؟ مزيانين، كنحترمهم وكيحترموني بحال خوتي. بالنسبه للاطر؟ مزيانين، كيحترموني، التعامل ديالهم مزيان. شنو غادي تولي في المستقبل؟ أستاذة. علاش بالضبط؟ بغيت نقري صحاباتي. صحاباتي. الرحيم. اسمي ياسين بشرى، كنقرا في القسم السادس عندنا 5 سنين في هذه الجمعية. الحمد لله كيتعاملوا معنا مزيان، الأوتور والمدير الرئيس كيعطيونا داك المزيان. كنقراو هنايا، عندنا راسات ديال الكاراتيه، نلعب، المسجد، كل حاجة موفرة لينا. إلا بغينا ندوشو ولا شي حاجة عندنا الماء السخون، كلشي موفر الحمد لله. شنو مازال ما يحتاجين في داخل المؤسسه؟ ما محتاجين والو الحمد لله. كلشي موفر حاليا. كلشي. شنو بغيتي ديري في المستقبل؟ سكاوت. علاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نزيلة في الجمعية الخيرية، كنقرا هنايا. بالنسبة يعني الجمعية الخيرية أنها مؤسسة كتشمل من جميع الجوانب، لا تربويا أخلاقيا بزاف د الحوايج. وبالنسبة أن المعيشة هنايا الحمد لله، يعني كلشي متوفر لنا، خاصنا حتى شي حاجة. يعني لاصال هي عندنا، المسجد، القاعات ديال المطالعة، ديال الانفورماتيك، الورشات هنايا كلشي متوفر الحمد لله. ويعني كان هنايا التزام، يعني كل واحد كيلتزم انه حنا هنا كنزلاء، يعني كينبغي ان كل واحد يحترم. وبالنسبه للتعامل مع الاطر ديال المؤسسه مزيانين، يعني التعامل معنا، هما كيبقاو اطر، حنا كنبقاو نزلاء يعني. جميل. ومن خلال هذا المنبر كنشكر جميع الاطر هنا، خصوصا مدير الجمعيه الخيريه محمد الغرمي، ورئيس الجمعيه محمد الزعر، وجميع المؤطرين والمسؤولين علينا. وشكرا. الاسم ديالي مراد الأصيل، القسم الرابع. حلو كانت المؤسسه هذه 6 سنين. زين. كيفاش كيتعاملوا معكم هنا داخل المؤسسه؟ مزيان، عندنا التحزم. شنو باغي تولي في المستقبل؟ شنو باغي تولي في المستقبل؟ صوتي. تولي شرطي. علاش؟ علاش؟ سنين هنايا مزيان، كلشي هنايا تعاون معنا مزيان، عندنا كلشي قاعة كاراتيه، كلشي مزيان بالله، والماكلة والقراية كلشي. شنو كيعجبك تمارس، كاراتيه ولا الكورة؟ كورة. الكاراتيه؟ يلا سمعك أول حاجة تقولي لي الاسم ديالك عارفين ونكسر اسمك تعمل فاش كتقرا؟ أنا كنت فاش كتقري؟ فاش؟ السادس. شحال انت هنا؟ هذا عامين لا جيتي. الاسم ديالك؟ الناس ما عاش. شحال عمرك؟ 11 سنة. شحال انت هنا في الماء؟ هاد العام. شنو بغيتي تولي في المستقبل؟ طبيبة. علاش طبيبة؟ قال لي الشيخ. باش داوي صحاباتها ياك؟ كيصحاب.
مزيان. واخا شنو كيعجبك هنا في الخيريه وشنو اللي كيهمك توفر؟ كل شيء. كيفاش كيتعاملوا معك هنا داخل الخيريه؟ أحسن تعامل. احسن تعامل. كتنعسي مزيان، كتاكلي مزيان. شي مزيان. صح. نقرا في الرابع نمشي عندنا مزيان عندنا كاراتي عندنا كورة كنقراو كيفاش كيتعاملوا معكم الاطر هنايا مزيان ولا مزيان. شنو كيخصكم مازال هنا في الجمعيه ديالكم؟ خاصنا والو يديروا معنا مزيان كتاكلوا مزيان، كتنعسوا مزيان. كلشي مزيان. هل انت هنا في المؤسسه؟ عاد مزيان. السلام عليكم، أنا اسمي أسماء ولقبت سالم عمري 10 سنين. شحال انت هنا في واخا كيفاش كيتعاملوا معك هنا في الخدمه؟ مزيان ولا ناقصتهم شي حاجه؟ ما ناقصتهم حتى حاجه؟ كدير شي رياضه؟ علاش؟ هكاك كندير في الدراسة مزيان. شنو المستوى اللي عندك؟ القرايه فين وصلت لك؟ ثالث. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا داخل مؤسسة مربية اسم ديالي حبيبة الزركي. يعني خدمت هنا دابا لمدة تقريبا 5 سنين. بالنسبة للتعامل ديالي معهم يعني كنتعاملوا معهم يعني على حسب الوضعية الاجتماعية على حسب الوضعية الاجتماعية وكل وحدة وعلى حسب عود الفعل تاع على حسب السن لأن الأعمار ديالهم كتختلف. المؤسسة سيرتون كتستقبل يعني واحد الفئة عمرية من الابتدائية حتى البكالوريا حتى بالنسبة للمستوى الثقافي على المستوى ديال الاجتماعي على المستوى ديالهم يعني خصك بالنسبه للاندماج ديال النزلاء مع بعضياتهم واش في اول السنه يعني كيكون داك التعارف ولكن مع العام كيكون واحد الاندماج كيعيش واحد الشكل جو اخوي بحال شكل ديال الدار بحال الاسره كبيره. انا بعدا كيسمي كما كيقولوا الام الزوج يعني لانها الام ماشي امهم حقا الام الثانيه هي اللي كتصاري وهي اللي كتكون معاهم اكثر. انما دابا راه عندنا يعني كامانه حنا مسؤولين عليهم ربما الوالدين ديالهم في الدار ولكن حنا دابا اللي كنوبوا على الوالدين ديالهم وكنتمناو لهم التوفيق والنجاح والاستمراريه. حتى انا كنت نزيله داخل المؤسسه عاد راني مربيه ومستخدمه فيها تبارك الله والحمد لله وشكرا لله. انا قديما في الجمعيه الخيريه سيدي الرضوان دابا شي 15 سنه في عمري 18 كندير التكوين المهني ندير سيستم والحمد لله يعني في الاول المعيشه اللي كنعيشوها هنايا يعني حتى شي واحد ما كتعاش بحال الحال يمكن ملي بدلوا المكتب الحمد لله كلشي تبدل. السيد الرئيس باختصار وفر لنا كلشي اللي كان خصنا كاملين داروا قاعة الرياضة قاعة المكتب المطالعة ديال الدراري إعلامية الخياطة والبيت ديال الناس الماكلة في الماكلة مكانش هادها مزيانة كان اللوبيا كان باقي فيها الدوز الحمص حتى هو كذلك. دابا الحمد لله أنواع ديال الماكلة ولينا كناكلوها دابا حنايا اللي مازال ماشي واحد يعني كيجيو هنا من الناس من برا كيشوفوا هاد الخيرية كيقول هذه أحسن خية في المغرب. الحمد لله كنشكروا السيد الرئيس وكنشكروا الناس اللي كيجيو وكنشكروا جميع الناس اللي كيرحبوا بينا وكنرحبوا